السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في قناة ديليس ديلام. بالنسبة للوصفة ديال اليوم باذن الله غادي نقدم معكم واحد الكاطو دانيفرسير اللي كيجي صراحة هائل لا في الشكل ولا في المذاق ديالو، وبمقادير بسيطة كنحصلوا على واحد الكاطو اللي كيجينا رائع. كنتمنى ان شاء الله باش تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وتشوفوا معايا الكاطو ديالنا كيفاش غادي يجي. ودابا غادي ندوز مباشره باش نعطيكم المقادير. كما كتشوفوا معايا عندي 4 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس لاروب ديال الزيت، عندي كاس ديال الحليب، عندي واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو امير، عندي ساشي ديال الفاني، جوج ديال الخمارات من فئه 10 غرام، الا بغيتو ديروا غير خماره ونصف تقدروا، وعندي الدقيق اللي كيبقى دائما على حسب الخليط. وهنايا غادي ندوزو ان شاء الله الطريقه كما كتشوفوا معايا. هنايا غادي ناخذ هكا واحد لو بول وغادي نوضع فيه 4 ديال البيضات. بالنسبه للبيض الحجم ديالو راه ماشي كبير بزاف وماشي صغير، الا كان عندكم البيض كبير حاولوا ديروا غير 3 ديال البيضات راه غادي تجيكم مزيانه. وبالنسبه للبيض ضروري نخرجوه من قبل من الثلاجه، يعني يكون بحراره الغرفه ديال المطبخ. صافي هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما درت البيض غادي نضيف عليه واحد القبصه ديال الملحه، وغادي نضيف ساشي ديال الفاني. بالنسبه انا الفاني بحقيقه غادرته حيت كيعجبني المذاق ديال الفاني، الا بغيتو تستغناو عليه تقدروا ما ديروهش حيت غادي نديرو فيها الكاكاو. صافي ومن بعد غادي نضيف كاس ديال السكر سنيده. بالنسبه للعبر دائما بالكاس ديال العنبه. وهنايا غادي ناخذ هكا الباتور وغادي نخدم. الا بغيتو ديروا كل شيء في الخلاط الكهربائي تقدروا ديروه، المهم انا فضلت هكا نخدم بالباتور. المهم غادي نضربوا مزيان هذاك البيض ديالنا حتى غادي يولي اللون ديال الخليط ابيض كما كتشوفوا معايا في الصوره. ومن بعد غادي نضيف هذاك الكاس لاروب ديال الزيت، وغادي نعاود نخلط غير واحد شويه هكا بالباتور حتى ينسجم لينا هذاك الزيت مع باقي العناصر. ومن بعد غادي نضيف كاس ديال الحليب وغادي نعاود نخلط ثاني واحد شويه حتى ينسجم لينا كذلك مع العناصر الاخرى. صافي وهنايا صافي حبست من التطراب. غادي نحاول دابا نحيد الباتور وغادي نجيب غير الطراب اليدوي باش غادي نكمل الخدمه. صافي هنايا بالنسبه الدقيق ضروري نكونوا مغربلينو من قبل، يعني غادي ندير شويه ديال الدقيق وغادي نضيف الخمارات، ومن الاحسن حتى الخمارات حتى هما نغربلوهم. انا هنا في الحقيقه ما غربلتهمش نسيت. صافي وغادي نبدا هكا نخلط غير بشويه. بالنسبه للدقيق ما نضيفوش يعني دفعه واحده هكا بزاف باش ما نقصحوش يعني العجينه ديالنا. حنا بالنسبه لهاد الكيكه ديالنا بغينا الخليط يعني يجينا بحال الشكل ديال الجينواز، يعني تجينا مهويه. صافي هنايا عاود طفت هذيك المعلقه الكبيره ديال الكاكاو وحنا كنخلطوا. بالنسبه الى بغيتوا الكيكه ديالكم تجيكم يعني اللون ديالها اغمق على هكا غادي تزيدوا شويه ديال الكاكاو، المهم انا اكتفيت غير بهكا. صافي غادي نبداو نخلطوا. المهم هنا هذا هو الخليط يعني اللي حصلت عليه كما كتشوفوا معايا. هنا جبت هكا واحد السباتيل غير باش نحيد هذوك اللي كيبقاو لينا هكا الخليط زعما اللي كيبقى لنا في الجوانب. صافي وهنايا خديت هكا واحد لومول اللي دهنته بالزبده ودرت عليه الدقيق. بالنسبه للقطر ديال هذا المول راه فيه 24 سنتيم، وغادي نصب فيه مباشره الخليط ديالي. وفي هذا الاثناء راني شعلت الفرن على درجه حراره 180. المهم نشعلوا الفرن 180 190 درجه بالنسبه للفرن ديال الضوء. صافي كما كتشوفوا معايا هنايا كنضرب هكا شويه ليمون ومن بعد غادي ندخلها للفرن. وهنايا كما كتشوفوا معايا خديت هكا واحد شويه ديال الحليب، 4 كاس ديال العنبه ناقص منه واحد شويه، المهم غير شويه، وغادي نديرو فوق الفرن حتى غادي يسخن ليا.
هنايا كما كتشوفوا معايا من بعد ما سخن ليا الحليب نخليوه تيسخن مزيان. وهنايا غادي ناخذ هكا الشكلاط. المهم هنا هذا خديت شوكولا نوار، كل طابليت فيها 100 غرام، يعني المجموع 200 غرام. وغادي نوضع هكا الشكلاط ديالي في هذاك الحليب كما راه الصوره موضحه كل شيء. وبالنسبه الى ما بغيتوش ديروا هكا شوكولا اللي كيكون نوار بزاف، تقدروا ديروا شوكولا اولي، يعني يكون هكا ديال الحليب باش غيجيكم اللون شويه، يعني ماشي غالق، غيجيكم فاتح اللون ديالو شي شويه. صافي هنايا غادي نبدا هكا نخلط يعني مزيان حتى غادي يذوب ليا هذاك الشكلاط غير في هذاك الحليب يعني اللي سخنت من قبل، بلا ما نحتاجو نديروه في باماري. صافي كما كتشوفوا معايا هنايا هو الشكلاط ديالي راه صافي داب مع هذاك الحليب. ومن بعد غادي ناخذو هكا اي شوكولا يعني ديال الدهن كما كتشوفوا معايا هنايا. غادي نضيف واحد المعلقه يعني كبيره، ولا كيعجبكم المذاق ديال القهوه تقدروا تضيفوا حتى شويه ديال القهوه سريعه الذوبان. صافي وغادي نخلط. ومن بعد غادي نخلي هذا الخليط، نخليه زعما هذا الشكلاط ديالي على جنب باش يبرد ليا. وهنا غادي ندوز باش نصايب معكم لا كريم شانتيي. المهم انا خديت هكا واحد الكاس ديال الحليب بارد، بالنسبه لهذا الكاس راه كبير غير شويه على الكاس ديال العنبه. وغادي نضيف عليه هاد جوج ديال لي ساشي ديال لا كريم شانتيي. الا بغيتو ديروا لا كريم فريش تقدروا ديروها، ولكن انا كنفضل هكا لا كريم شانتيي حتى المذاق ديالها كيجيني فحال احسن زعما، ولكن نتوما لكم الاختيار. صافي هنايا عاوتاني خديت هكا الباتور وغادي نخلط مزيان لا كريم شانتيي ديالي يعني باش تطلع ليا. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا ها هي لا كريم ديالي راه طلعت. ودابا غادي ندوز باش غادي نضيف عليها الخليط ديال الشكلاط. بالنسبه لهذا الشكلاط ضروري نخليوه حتى يبرد لينا تماما، عندكم تضيفوه هو سخون ولا باقي حتى دافي هكا غادي سخونيه شويه باش ما يفسدش لينا لا كريم شانتيي ديالنا، يعني خليته حتى برد تماما. صافي وغادي نضيفو مباشره فوق الكريم شانتيي ونعاودو نخدمو كل شيء. صدقوني هاد الكريمه هذه كتجي هائله بزاف في المذاق، كتجينا فحال لاموس. صافي غادي نبدا هكا نخلط حتى طلع ليا مزيان الكريمه ديالي. ومن بعد غادي نديرها في الثلاجه باش تبرد ليا. صافي هنايا في حقيقه واحد المقطع ملي كنت كنقطع الكيكه ما عرفتش كيفاش واش ما صورتوش ولا تمسح. المهم هنايا الكيكه منين نخرجوها من الفرن غادي نخليوها طبيعه الحال حتى تبرد لينا، وديك الساعه غادي نقسموها. الا بغيتو تقسموها حتى على 3 راه تقدروا. المهم انا درتها غير هكا غير جوج. وجبت هكا القهوه باش سقيتها، يعني ضروري نسقيوها مزيان. ومن بعد غادي ناخذ هكا لا كريم ديالي وغادي نبدا نوضعها بهذه الطريقه كما كتشوفوا. صافي ونبداو هكا نيطاليو يعني اما بسباتيل ولا الا عندنا تا الظهر هكا ديال المعلقه، وحنا كنيطاليو بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. صافي ومن بعد كنعاودو نحطو فوق منها القطعه الثانيه كما كتشوفوا. المهم انا هذاك اللي كانت لتحت هي اللي درت الفوق باش يجيني السطح ديالها مستوي مزيان. صافي وغادي نعاود ناخذ الكريمه ونيطالي مزيان الفوق وحتى الجوانب كنهبط عليهم الكريمه بهذه الطريقه. صافي ومن بعد منين غادي نكمل غادي نوضع الكيكه ديالي في الثلاجه. صافي وهنايا كما كتشوفوا معايا خديت هكا واحد البابي كويسون كما كتشوفوا معايا، وهنايا ذوبت الشكلاط. المهم هنايا الشكلاط تقريبا 170 180 غرام، يعني شوكولا نوار. صافي وغادي نحاول نوزعو هكا بطريقه متساويه. في حقيقه هاد الطريقه ديال التزيين حتى لاخر لحظه حتى كنت كنوضع الكريمه فوق الكيكه عاد طاحت ليا في بالي هاد الطريقه، ماشي هادشي اللي كنت باغا ندير. كنت باغا نديرها غير بحال شكل فوغي نوار، يعني نحك الشكلاط ونزينو بها في الجوانب، زعما نزينها كامله تجينا بحال فوغي نوار.
وفي اخر لحظه طاحت عليا هذه الفكره، قلت نزين بهذه الطريقه. المهم هنايا اما ناخذوا الفيرميسيل يعني اللي كيكون ملون، ولا ناخذوا هادو اللي كيتباعوا، هادو راه معروفين، البنات اللي في اوروبا راه غيعرفوهم، كيتباعوا يعني في اكسيون في كارفور، فيما مشينا كنلقاوهم هاد لي غارنيتور اون سكر بحال هكا. وغادي نبدا نوزع بهاد الطريقه كما كتشوفوا معايا في الصوره. صافي، ومن بعد ما غادي نكمل التزيين بهذه الطريقه غادي نحاول نخلي الشكلاط ديالي باش يبرد ليا. صافي هنا كما كتشوفوا معايا ها هو الشكلاط ديالي برد. نحاولوا ماشي نديروه في الثلاجه، خليته يعني غير هكا فوق البلون طرافاي حتى نشف، حتى زعما شد ليا في راسو، ولكن ماشي بزاف، يعني غير شويه هكا. منين غادي نبدا نقطع في الموس يعني غادي تقطع ليا، يعني الموس غيدوز بكل سهوله، حيت الا درناه في الثلاجه ولا تقصح لينا بزاف، منين غادي نبداو نقطعو غادي يبدا يتهرس لينا الشكلاط. لا يعني نخليو غير هكا شويه ونبداو نقطعو هكا بالموس كما كتشوفوا معايا في الصوره، وحيت من بعد عاد غادي ندخلو للثلاجه باش يشد ليا في راسو اكثر. صافي هنايا المهم بديت كنقطع هكا يعني غير بشكل عشوائي، غير باش نحصل على واحد لي مورسو يعني اللي غادي نزين بهم في الجوانب ديال الكاطو. كما كتشوفوا معايا راه الصوره موضحه كل شيء. صافي، ومن بعد منين غادي نسالي عاد غادي ندخلهم للثلاجه باش يشد ليا في راسو اكثر. هنا كما كتشوفوا معايا ها هو الشكلاط ديالي من بعد ما خرجته من الثلاجه، وهنايا خرجت الكاطو ديالي. صافي، وهنا غادي نبداو نحيدوه بكل سهوله، حيت يعني مطراسين البلاصه فين قطعنا بالموس، يعني غادي تحيد لينا بكل سهوله. صافي نبداو نحيدو هكا في الشكلاط ديالنا، وحنايا كنزينو في الجوانب ديال الكاطو ديالنا. المهم انا يعني كنحط غير هكا بشكل عشوائي زعما. وبالنسبه للزين راه ماشي بالضروره ديروا هادشي اللي غادي ندير انا، راه يعني التزيين كما كنقول لكم دائما كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، وداكشي اللي كنتوفروا عليه عندنا في الدار ديالنا راه كنخدموا به. المهم انا غير باش يجيني الكاطو شويه مختلف على داكشي اللي موالفه كنحط يعني في القناه، درت هاد الطريقه. صافي غادي نبقى غادا بحال هكا حتى غادي نكمل الدوره ديال الكاطو ديالي. وعاوتاني حيت شاط ليا الشكلاط يعني كان شويه كتير، عاوتاني بديت كنزين هكا من الفوق ديال الكاطو بهذه الطريقه، ونحاولوا نثبتوهم مزيان يعني في الكيكه هكا باش ما يبداوش يطيحوا لينا. كما كتشوفوا يعني تزيين بسيط وكيعطينا واحد المنظر صراحه يعني اللي زوين. وهنايا في الجناب كانوا عندي هكا لي سمارتيز زينت فيهم بالجوانب. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا ديال اليوم. صراحه يعني بمقادير بسيطه وفي متناول ديال الجميع كنقدروا نحصلوا على واحد الكاطو اللي كيجينا زوين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم كيف دائما، ومن التعليقات الزوينه بحالكم، هذا فضلا وليس امرا. وبهذه المناسبه حيت صراحه هذا النهار اللي كنصايب فيه هذا الكاطو كاين الماكياج ديال ما كوزين، كنبغي نقول لها زفاف مبارك سعيد، ان شاء الله حياه زوجيه مليئه بالافراح والمسرات يا ربي، وبالذريه الصالحه، والله يسهل على جميع البنيات يا ربي. وهنا غادي نقول لكم السلام عليكم الى الفيديو المقبل باذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته. بسلامه.